كان يا مكان في عالم بعيد جدا، كان في مملكة غريبة ما فيهاش أي ضحك. كل حاجة هناك كانت كئيبة، وكل الناس نسيت يعني إيه فرحة. لحد ما تيري ولد بسيط وعادي جدا دخل العالم ده من غير ما يفهم حتى إزاي. بس مع الوقت اكتشف إن عنده مهمة كبيرة، مهمة ترجع الضحكة للعالم كله. في فيلمنا النهاردة أو ويزارد ستول هنسافر مع تيري في مغامرة مليانة سحر وضحك وصداقات جديدة. يلا بينا نعرف إزاي ممكن قلب طيب يغير عالم كامل. في ساحر شاطر قوي اخترع تعويذة علشان يخلي الناس كلها مبسوطة، بس النتيجة كانت كارثية دمرت البلد كلها. فالناس طهقت الساحر ده وبهدلوه، فزعل وقرر ينتقم. فعمل تعويذة حزن ونكد. تيري ديكستر ده ولد صغير وحلو بيحب قوي يسمع حواديت جدته. في يوم من الأيام الجدة حكت له عن أرض سحرية اسمها جروفنجهام، كانت مليانة كائنات سحرية وحيوانات بتتكلم ومخلوقات شبه البني آدمين وسحرة شاطرين قوي. كان في زمان ساحر شاب مشهور اسمه جرين، راح ناحية عاصمة جروفنجهام مع مراته ماري جرين. ده كان أشطر واحد في أكاديمية السحرة وده خلاه مشهور في جروفنجهام كلها. أول ما الناس شافوه جاي بدأوا يحتفلوا ويهتفوا. الساحر الشاب كان بيموت في الهتاف ده، والاهتمام اللي بياخده النهاردة كان مميز أكتر علشان جرين هيتعين ساحر الملك. حلمه هيتحقق أخيرا. في المناسبة دي جرين قرر يقدم أحدث وأكبر تعويذة ليه، تعويذة السعادة. التعويذة دي مش بس حولت لون الناس كلها للون البامبي، لأ، ده كمان خلتهم مبسوطين ومفرفشين زيادة عن اللزوم. في الأول الملك عجبته التعويذة علشان خلت المواطنين يدفعوا الضرايب من غير ما ينطقوا. بس فجأة الناس المفرفشة دي خرجت عن السيطرة وبدأت تدمر في البلد. الملك حط اللوم كله على جرين وأمر الحرس يقبضوا على الساحر الشاب. جرين ما عملش حاجة غصب عنه، بس محدش رضي يسمعه. الساحر الغلبان بدأ يجري ونط في عربية مراته، هربوا للجبال واستخبوا في كهف. ماري فهمت إن جوزها كان عايز يسعد الناس، بس السعادة مش بتيجي بالعافية، لازم كل واحد يلاقي سعادته بنفسه. وعلشان تفرح جرين ماري جابت بيضة التنين اللي فقست في ثانية، وطلبت من جرين ياخد باله من التنين وهي راحت تجيب الأكل. للأسف الحرس الملكي قبضوا على ماري وما رجعتش تاني عقابا ليها علشان ساعدت جرين. الملك طرد ماري ووداها عالم تاني. جرين فضل يستناها وفاكر إن ماري خدعته وهربت لوحدها. جدة تيري أنهت قصة الساحر وقالت له إن مش كل القصص ليها نهاية سعيدة. تيري زعل شوية، فالجدة خدته تاني يوم لمدينة الملاهي، ودي أشهر مدينة ملاهي في المدينة كلها، وهي بتاعت جدة تيري. أهله مش فاضيين بس تيري دايما بيساعد جدته. بعد كام سنة الجدة ماتت فجأة والملاهي فقدت سحرها. تيري مش قادر ينسى الحزن ده وفاكر إن الملاهي دي ذكرى لجدته. سايب كل حاجة زي ما كانت زمان، ما بيصلحش أي حاجة. المدير بينصحه يواجه الواقع ويكمل حياته عادي. بعد ما المدير مشي تيري لقى الإيد اللي كانت ناقصة في عربية جدته. أول ما ركبها في العربية بوابة سحرية اتفتحت وطار جواها. وصل مكان سحري مليان تنانين وقلاع ومناجم شوكولاتة، كأنها نسخة حقيقية من كل الألعاب اللي جدته صممتها للملاهي. مكان حلو قوي علشان يستكشفه، بس تيري مشغول بتصليح العربية علشان عايز يرجع البيت في أسرع وقت. اللي ما يعرفوش إنه وصل جروفنجهام، المكان اللي جدته حكت له عنه في الحواديت. جرين لسه عايش ومحبوس في السجن المركزي من ساعة ما عمل خراب في المملكة. الكل بدأ يسميه العبوس. أخيرا نجح في الهروب وبيخطط للانتقام. العبوس ده عايز يعاقب الملك علشان حبسه، بس المفاجأة إن الملك مات خلاص. العبوس ندم إنه طلع متأخر كده ومش عارف يعمل إيه دلوقتي. فجأة سمع إعلان عن تتويج بنت الملك الوحيدة اللي اسمها الأميرة دون. لما سمع كده العبوس قرر ينتقم من الأميرة. نادى على تنين ودينجو وخدمه اللي اسمهم عبوسين، وراحوا كلهم ناحية المملكة. يوم جميل في القصر والكل مستني الأميرة دون علشان تظهر علشان تتوج، بس الأميرة الشابة مش مستعدة تكون ملكة، هي بس عايزة تقعد في القصر وتستنى الأمير اللي هيخطف قلبها. الخدم المخلصين وروها التاج اللي بيلمع وأقنعوها تبقى ملكة. فجأة خادم وصل ومعاه خبر وحش، العبوس جاي ناحية القصر علشان هو الساحر الوحيد اللي لسه عايش. محدش هيقدر يكسر التعاويذ بتاعته. المواطنين طلبوا من العبوس يمشي علشان مش مرحب بيه في المملكة، بس العبوس قال إن الملك عامله وحش، هو كان بس عايز ينشر السعادة، دلوقتي هينتقم بنشر الحزن بتعويذة الكآبة بتاعته.
الخدم خبوا الأميرة في الغرفة اللي تحت الأرض وطلبوا منها تدور على العرافة. أول ما تطلع الأميرة ما بتركزش في نصايحهم علشان مؤمنة إن الأمير اللي هيخطف قلبها هيجي ينقذها. في نفس الوقت تيري صلح عربيته وراح يركب الإيد، بس كائن غريب سرق الإيد. ده الحيوان الأليف بتاع الأميرة دون، اسمه بيب. وعلشان تيري يرجع الإيد جري ورا بيب ووصل للمملكة. اتصدم أوي لما شاف كل المواطنين شكلهم كئيب ومتضايق. بيب خد الإيد لغرفة الأميرة فتيري جري وراه هناك. الأميرة طلعت من غرفة الاختباء وفاكرة إن تيري هو الأمير اللي جه ينقذها. تيري بس عايز يرجع بيته وطلب مساعدة دون، بس هي مصرة إنه يعترف لها إن هو الأمير. تيري اتخنق منها وقال إنه أمير، بس ده خلى دون اهتمت أكتر. هي قرأت حواديت خيالية كتير ومؤمنة إن في حياة لكل أميرة. بيجي وقت بتواجه فيه أزمة كبيرة زي تعويذة نوم أو هجوم تنين، ولما الوقت ده بيجي الأمير هيظهر فجأة علشان ينقذ حبيبته. الأميرة دون طلبت من تيري يمشي وراه علشان يقابلوا المستشار الملكي. تيري عمال يسأل إمتى هيرجع البيت، بس الأميرة بتقول لازم ينقذ المملكة ويتجوزها وبعد كده هيسمحوا له يركز في أي حاجة تانية. قبل ما تيري يرد بأي حاجة قابلوا المستشار وباقي الخدم الملكيين. الأميرة طلبت منهم المساعدة بس كلهم رفضوا بسبب تعويذة الكآبة. فجأة العبوس اقتحم المكان وبعت العبوسيين بتوعه علشان يهاجموا الأميرة. بدأت تجري ومعاها تيري وافتكرت إنها لازم تقابل العرافة علشان يلاقوا المكان الصح. محتاجين خريطة، بس الأميرة دون نسيت مكان غرفة الخرايط. القصر كبير قوي لدرجة إنك محتاج خريطة علشان تلاقي غرفة الخرايط. في مئات الغرف في كل دور وكل واحدة مختلفة عن التانية، زي غرفة المراجيح وغرفة الكور البلاستيك وغرفة الرياح العالية وحتى غرفة القرود اللي بتسقف. العبوسين قربوا وبدأوا يهاجموا بسهام النكد. واحد منهم كان سهم الأنا اللي أصاب تيري وبدأ يعجب بنفسه، وبعد شوية سهم انعدام الثقة وده أصاب الأميرة وبدأت تشك في نفسها. لما خلصوا من السهام كملوا تدوير على غرفة الخرايط مليانة آلاف الكتب بس مفيش فيها الخريطة. العبوس وصل هناك كمان فتيري زق الرفوف كلها علشان يهرب من الساحر. فجأة قابلوا طائر اسمه جي بي سبارو ووافق يدلهم على العرافة. طلعوا جري من القصر وركبوا العربية الطايرة علشان يوصلوا للعرافة. تيري عايز يخلص الموضوع ده في أسرع وقت علشان يرجع بيته وياخد باله من ملاهي جدته. عايز يلاقي طريقة يخلي الملاهي جامدة زي الأول. الأميرة أخيرا اقتنعت إنه مش أمير، بس برضه وقعت في حبه لما شافت اهتمام تيري بجدته وعيلته. جي بي سبارو وداهم مكان غريب فيه ألواح حجرية مرمية على الأرض. تيري بدأ يشك في سبارو بس فجأة الحجارة بدأت تتحرك لوحدها وشكلت كائن عملاق. شال تيري والأميرة في إيده وقدم نفسه بإنه العرافة اللي بتشوف كل حاجة. تيري لسه شاكك في كل حاجة وطلب من وحش الحجر يثبت إنه هو العرافة بجد. الوحش بدأ يقول أسرار محرجة عن تيري وثبت إنه العرافة اللي عارف كل حاجة. الأميرة طلبت مساعدته في إنقاذ مملكتها فالعرافة قالت طريقة علشان يكسروا تعويذة الكآبة. لازم يسافروا الكهف السحالي اللي بتوشوش ويلاقوا المفتاح الكريستالي، هو الطريقة الوحيدة علشان يكسروا التعويذة وهيساعد تيري يرجع البيت. ده مش مفتاح عادي، ده مفتاح السعادة. تيري والأميرة جهزوا نفسهم علشان يلاقوا المفتاح، بس العبوس سمع كل حاجة برضه قرر يلاقي المفتاح قبل أي حد ويدمره. نصح تيري يركز في الرجوع للبيت بدل ما يساعد الأميرة علشان هي هتسيبه في الآخر. محدش هيفضل معاك أبدا. بعد ما قاله كده العبوس بدأ يهاجم الكل. في الأول تيري والأميرة استخبوا تحت الكهف وبعدين بدأوا يجروا ناحية العربية. تيري نجح يوصل العربية بس الأميرة وقعت في إيدانجو. العبوس لقى العربية مألوفة وبدأ يبص عليها وهو متشتت. تيري رش برفان على دينجو خلاه يعطس. الأميرة وقعت في العربية مع تيري بس العربية اتدمرت ووقعت في مكان عشوائي. العربية محتاجة تتصلح فتيري بدأ يدور على مواد مناسبة. الأميرة فجأة افتكرت مملكة بالوني ووني اللي أكيد قريبة، أكيد عندهم رؤى على العربية، بس الأول لازم يخيموا علشان الدنيا بتضلم. الأميرة حطت وردة على العربية وعملت سرير مريح لنفسها لكن تيري الغلبان كان نايم على الأرض. الأميرة متعودة تسمع حواديت قبل النوم فطلبت من تيري يحكي لها. تيري بدأ يحكي قصة ولد وجدته والأميرة قالت إن القصة لازم يكون ليها نهاية سعيدة. ده خلى تيري يغضب وقال إن مفيش حاجة اسمها نهاية سعيدة، القصص الحقيقية ملهاش نهايات سعيدة. الأميرة اتصدمت لما سمعت كده ونصحت تيري يكون متفائل أكتر. النهايات السعيدة موجودة بس لازم نعرف ندور عليها فين. تاني يوم الصبح راحوا ناحية مملكة بالوني ووني. تيري افتكر الحواديت اللي جدته حكتها له عن المملكة، أكيد مليانة بالونات حمرا شجاعة بتدافع عن القلعة بأسلحة ودروع.
بس الأمور مختلفة في الحقيقة. بدل الأسلحة البالونات ماسكة موبايلات. مفيش ملك تاني. والقلعة اتحولت لكافيه. البالونات بيبيعوا أنواع مختلفة من مشروبات الأكسجين المنكهة هنا. تيري رفض ياخد أي مشروب بس الأميرة خطفت واحد على طول. الجرسون زود جرعتين أكسجين بالكافيين زيادة في مشروب الأميرة وده خلاها سكرانة قوي. تيري غضب وطلب يقابل صاحب المكان بس البالونات قالت إنهم أسياد أنفسهم. تيري مش قادر يستحمل أكتر من كده وطلب رقعة على العربية بس قبل ما البالونات تجيب واحدة العبوس هاجم القلعة. بدل ما ياخدوا أسلحة البالونات خدت موبايلاتها وكمبيوتراتها. بيخططوا يسحقوا العبوس بتعليقات مهينة. العبوس غضب لما شاف التعليقات وبدأ يضرب نار على القلعة. البالونات زودت في سمية التعليقات وأوميجي وحشة بس مش باين إنها بتجيب نتيجة. تيري اتخنق ونط علشان يساعد. في الأول أمر البالونات يجيبوا زمايلهم المتصابين. تيري رقع الخروم ونفخ أكسجين علشان يخلي البالونات كويسة زي الأول. فجأة تيري جات له فكرة ممكن يستخدموا الأكسجين ده علشان يغيروا اتجاه لهيب التنين. تيري قال للكل ياخدوا اسطوانة أكسجين ويجهزوا نفسهم علشان هيقاتلوا. أثناء المعركة دي تيري رجله اتزحلقت وكان هيقع من على السطح. اسطوانة الأكسجين بتاعته فاضية والتنين المخيف على بعد سنتيمترات منه. لحسن حظه الأميرة دون وصلت من العدم وريحتها خلت التنين يعطس. العبوس طار بعيد بالتنين والبالونات بتشجع تيري علشان أنقذهم. البالونات صلحت عربيته وتمنوا له حظ سعيد في رحلتهم. تيري كان هيشغل العربية بس العبوس عمل عليهم تعويذة قبل ما يقع من على الجرف. التعويذة أصابت الأميرة وتحولت لأكتر شخص كئيب وغير واثق في نفسه. طلبت من تيري يسيبها ويدور على أميرة أجمل منها. تيري مش قادر يسيبها تعاني لوحدها فطلب من جيبي سبارو يدور على مساعدة قريبة. ولحسن الحظ لقوا خبير كيمياء قريب وراحوا ناحيته. بس الطريقة الوحيدة علشان يوصلوا له هي المرور عبر المسار المميت لغابة شجرة الكريسماس. الجو برد قوي بس تيري مش هيستسلم علشان الأميرة دون. فجأة شوية لمبات زينة خطفت العربية وسحبتها لتحت. تيري بدأ يجمع أصحابه بس شجرة كريسماس مرعبة خطفتهم وعلقتهم بالمقلوب. أشجار الكريسماس اللي بتتكلم عايزة تقتل الأسرى وتحولهم لزينة ومعجنات. قبضوا على العبوس كمان. تيري لاحظ هوس الأشجار بالكريسماس وكذب وقال إنهم كمان في مهمة كريسماس. العبوس هو قديس مسافر مع تنينه ومساعديه والتنين علشان يوزع هدايا على الكل. تيري بدأ يغني أغاني كريسماس وطلب من العبوس يشاركه لو عايز يطلع من هنا حي. العبوس شارك في التمثيلية دي وأشجار الكريسماس صدقت الخدعة. سابوا الكل يمشي فتيري على طول خد الأميرة الكيميائي حط دون جوه قدر وبدأ يحلل التعويذة. بعد شوية الكيميائي أعلن إن التعويذة ما بتتفكش غير بساحر حقيقي. بما إن العبوس هو الساحر الوحيد اللي فاضل لازم يجربوا يعالجوا الأميرة بأول قبلة حب حقيقي. تيري حاول يشرح إنه لسه محبش الأميرة بس الكيميائي برضه طلبه يجرب. لازم تتعامل وقت الشروق. فتيري خد الأميرة لكليف المكان اللي الشمس بتبان فيه بوضوح. تيري طلب من سبارو يديهم شوية خصوصية وزقوا بعيد. دون اتعالجت بأعجوبة بس تيري فاكر إن ده حصل بسبب البوسة. دون اتلخبطت علشان فاكرة إن أول قبلة حب حقيقي هتبقى ملحمية أكتر من كده. تيري كمان متلخبط علشان مش عارف ازاي التعويذة اتفكت مع إنه مش بيحب الأميرة. هي زعلت لما سمعت كده بس تيري فكرها إنهم اتقابلوا من يوم واحد بس. الناس مش بتقع في الحب بالسرعة دي والعلاقات الحقيقية صعبة والناس محتاجة تشتغل عليها. الأميرة دون لسه باين عليها الزعل وسألت تيري ليه صعب قوي عليه إنه يقع في حبها أو يؤمن أصلا بالنهاية السعيدة. طلبت منه يمشي علشان هتقعد هنا لحد ما الأمير الحقيقي يوصل. تيري مش قادر يدي تفسيرات أكتر من كده وراح ناحية كهف السحالي اللي بتوشوش. أول ما دخل البتلات غطت جسمه ورمته بره. وقع على تنين العبوس وبدأوا يتخانقوا تاني. العبوس عمل تعويذة نوم على تيري ونط جوه الكهف علشان ياخد المفتاح الكريستالي. بيب شاهد كل حاجة وجري بسرعة الأميرة علشان يقولها عن تيري. الأميرة دون قلقانة قوي وبدأت تدور على طريقة تساعد تيري في أسرع وقت. فجأة أمير وصل بيدور عليها بس هي استلفت حصانه علشان توصل لتيري وهو نايم في نص الغابة ومحاط بالحيوانات زي الأميرة. دون فكت التعويذات ببوسة وشالت تيري بين دراعاتها. هي مش أقل من أمير برضه. العبوس رجع وسأل ازاي تيري جاب المفتاح. تيري نفسه مش عارف وهارب مع دون. العبوس غضب وأمر الخدم يحبسوا تيري والأميرة. تيري أخيرا بدأ يفتكر كل الأحداث اللي فاتت وعارف إنه ساحر هو كمان علشان كده قدر يفك التعويذة على الأميرة. لازم يستخدم السحر بتاعه علشان يوقف العبوس. بيت ساعد في إنه يجيب مفتاح السجن
وراحوا كلهم ورا العبوس. الأميرة اتطوعت إنها تقاتل العبوسين، لكن تيري استخدم السحر بتاعه علشان يخلص من العبوس ورجعوا المفتاح السحري، بس باين إنه مكسور. الأميرة قالت إنها عرفت إنها مش محتاجة أمير علشان نهايتها السعيدة، هي تقدر تحمي نفسها بنفسها، فتيري لازم يرجع البيت. تيري مش قادر يكون أناني كده وقرر يقعد مع الأميرة لحد ما الخطر يروح. وهو بيقول كده المفتاح بدأ يشتغل وشال كل التعويذ. اشتغل علشان تيري ودون أخيرا تخلوا عن أحزانهم اللي فاتت. بعد ما كله اتصلح تيري جهز نفسه علشان يرجع البيت، بس العبوس عمل تعويذة على العربية كمان. نزلوا في الملاهي والعبوس انبهر بكل التفاصيل. أخيرا عرف إن ماري كانت جدة تيري، هي مهربتش أبدا، هي كانت محبوسة هنا، فبنت ملاهي كاملة علشان تفتكر جوزها. العبوس ندم على كل اللي عمله، بس كل اللي كان عايز يعمله هو إنه يسعد الناس. تيري سامحه وقال له إنهم لسه يقدروا يساعدوا الكل بإعادة فتح الملاهي دي. العبوس وافق على طول واستخدم السحر بتاعه علشان يخلي الملاهي أحسن من الأول، وبقت ناجحة قوي. وحتى الأميرة دون جت تزورها. هي قررت تتعرف على تيري أكتر وتشتغل على علاقتهم علشان النهاية السعيدة محتاجة مجهود. وبكده بيخلص الفيلم. ما تنسوش تدعموني بلايك لو الفيديو عجبكم، وتقولوا رأيكم في التعليقات، وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد أنا بعمله.